كان أن رأينا بالأمس وقرأنا وسمعنا في الصحف وفي الإذاعات وفي التلفزيونات نبأ المسجد الذي دمر في شمال دمشق وقتل فيه 42 شخصا، ومن هؤلاء المقتولين الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، وهو صديقي للأسف. الشيخ سعيد رمضان البوطي كان صديقا لي، التقينا في عدد من المؤتمرات في عدد من البلاد العربية والإسلامية، والتقينا في ملتقيات الفكر الإسلامي في الجزائر سنوات، التقينا في مؤتمرات عدة. ولكن الدكتور البوطي خالف علماء سوريا عامة ووقف مع النظام ضد شعبه إلى آخر جمعة. الجمعة الماضية هذه وقف يؤيد النظام ويدعو إلى مناصرة النظام. هكذا سبحان الله كنت أود له أن يهديه الله في آخر المدة كما هدي كثيرون كانوا مع النظام في أول الأمر، ثم رأوا هذا النظام يرتكب من المظالم ما لا يمكن أن يقبل، تركوا النظام، منهم من ترك سوريا ومنهم من بقي في سوريا. ولكن الشيخ البوطي لا أستطيع أن أدعو له إلا بالمغفرة وبالرحمة. ظل الشيخ البوطي مع هذا النظام إلى آخر لحظة، إلى أن قتل في مسجده، مسجد الإيمان الذي يلقي فيه درسين في كل أسبوع. وهذا المسجد في منطقة آمنة لا يدخلها أحد إلا بعد تفتيش، لا يستطيع أحد أن يدخلها من غير الآمنين على أنفسهم من أتباع النظام. من قتل الشيخ البوطي؟ كل الذين يحاربون النظام برئوا من هذا الأمر، صحيح ضده وأنا ضده، ولكن لا نقبل أن يقتل الناس في المساجد. كل أتباع الجيش الحر وأبناء الجيش وأبناء الشعب السوري كلهم، العسكريون والمدنيون، الجيش الحر، الجمعيات المختلفة، الشيخ معاذ الخطيب، كلهم برئوا من دم الشيخ البوطي. فمن قتل الشيخ البوطي؟ قالوا في أول أمره هاول دخل هذا المسجد، وقالوا هناك انتحاري، وكنا نود ألا يدفنوا الشيخ البوطي إلا بعد أن يعاين الطب الشرعي جثته ويقول لنا بأي شيء قتل، هل قتل بالرصاص أو قتل بالديناميت أو قتل بأي شيء. قالوا إن المسجد كما هو، الندفة اللي في المسجد موجودة وسقف المسجد موجود والمسجد سليم والسجاجيد اللي في المسجد سليمة، كيف قتل هؤلاء؟ لابد أن هؤلاء الذين قتلوه أن يكونوا أتباعا للنظام. أتباع الشعب لا يقتلون مصليا في مسجد ولا يهدمون مسجدا أبدا. النظام دمر 900 مسجد، 900 مسجد دمرها النظام كليا أو جزئيا. أما إخواننا أبناء الشعب لم يدمروا مسجدا واحدا، فلا يمكن أن يفكروا في أن يضربوا مسجدا. من الذي قتل الشيخ البوطي؟
يجب أن يحقق في هذا الأمر. لابد أن تعرض الجثة ويعرف كيف قتل الرجل ويكون على هذا شهود. لا نريد أن ندع هذا لهم، إنهم يكذبون، كل كلامهم كذب، لا نقبل منهم شيئا. الله سبحانه وتعالى سينتقم لهؤلاء القتلة. إن هذا ليس أول عالم قتل من العلماء من قتل قبله بأيام. قتل شيخ القراء، أحد القراء الذين يقرؤون القراءات العشرة، وهم قبل ذلك قتلوا رئيس وزرائهم الزعبي، وقتلوا غازي كنعان وزير داخليتهم، قالوا إن انتحر والله أعلم. هم يقتلون. من القاتل؟ نريد أن نعرف من الذي قتل الشيخ البوطي. أهل السنة، أهل الشعب السوري لم يقتلوه ولن يقتلوه، ولم يقتلوا عالما، ولم يقتلوا مصليا، وإن اختلفوا معه. كل سوريا مختلفين مع الشيخ البوطي وأنا معهم، ولكن لا نقتل عالما ولا نقتل مصليا ولا نضرب مسجدا أبدا. من فعل هذا على النظام السوري الظالم الذي يحكم البلد، يحكمها بغير الحق، يحكمها بالباطل، يزيف الأقوال، يفسد في الأرض، يسفك الدماء. على هذا النظام أن يبين لنا من قاتل الشيخ البوطي والأربعين أو 42 معه. سيعرف الناس أن قتلته هم هؤلاء الظالمون. لابد أن منهم من لا يريد أن يبقي أحدا من علماء أهل السنة حتى وإن كانوا معهم، وربما كانوا يظنون أنه يتغير كما تغير كثير من العلماء، تغيرت مواقفهم وأصبحوا مع أهل السنة ومع أهل الحق. هذا ما نتوقعه أن يبينه الغد إن شاء الله.